ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء التسامح والتفاؤل، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم. النهاردة فيديو جديد كده وروتين جديد خفيف بسيط. قلت بس اطلع بيه كده اسلم عليكم بما ان الفترة دي معرفاش اصور لكم اي فيديوهات. هنا دخلت على التلاجة زي ما انتوا شفتوا معانا، يعني لقيتها فاضية، اللي هو كنت غسلها بقى كده ومروقاها حلو، فلقيت التلاجة فاضية، مش عارفة انزل اشتري اي حاجة من البيبي الصغير. فقلت لا بقى، ما منهاش فايدة، التلاجة فاضية، لازم ان انا انزل بقى اجيب شوية حاجات كده واملاها. انا ما بحبش تلاجتي بصراحة تكون فاضية، يعني بجيب بقى حاجات على قد ما اقدر بحيث تكون عندي طلباتي ودايما كده يكون في خير في البيت. فهنا نزلت بقى اشتريت شوية حاجات، جبت بقى محشي مشكل، جبت كوسة زي ما انتوا شفتوها معايا، والله جميل، حلوة جدا وصبحة كده وجميلة. وجبت فلفل وجبت بتنجان، وجبت هنا خوخ برضو زي ما انتوا شايفينه كده جميل، وجبت طماطم. الاسعار الى حد ما يعني هديت شوية ممكن نقول، يعني انا شايفاها الحمد لله، يعني ابتدت تهدى شوية، حتى لو مش كتير بس ابتدت تهدى شوية الاسعار، او ثابتة شوية هنقول مثلا كده، لا ثابتة شوية الحمد لله. هنا دي هدوم ملناش دعوة بيها، يعني حاجات كده جايباها لابني فحشتها على جنب بعيد عن الخضار والحاجات دي. جبت هنا ورق عنب برضو، وهنا جبت خيار حلو جدا، شايفين جماله عامل ازاي. لفيت على كذا حد والله، لولا ان انا لقيت حاجة كده حلوة وصبحة وجميلة، لولا ان انا جبتها. جبت طحينة زي ما انتوا شفتوها كده، وجبت مشمش كمان، انا بحب الطحينة جدا، فجبت علبة طحينة كده حجمها صغير على قدي. ودي جبنة موزاريلا، بصراحة بحبها جدا على بشاميل، على بيتزا، على الحاجات دي كلها، بتبقى جميلة وبتدي مطة كده حلوة. دي كفتة، كان عندي لحمة خدتها معايا وانا رايحة، وخدت معايا رز برضو مطحون وبصل بقى وثوم والحاجات دي كلها. خدت معايا الطلبات بقى كلها بتاعة الكفتة، يعني ما استخدمتش حاجة من هنا، كنت واخدة اللحمة وكنت واخدة معايا كل حاجة، دوبك بس الراجل فرمهالي هناك، وبعد كده بقى يعني فرمهالي وجبتها معايا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده جبت رنجة، الرنجة دي كنت جايباها انا وسلفتي، بصراحة قلنا نجربها. آه، يعني هي كويسة بالنسبة للي بيحبها، لكن احنا بصراحة ما، يعني مش عارفة، حبينا الفسيخ اكتر، يعني احنا قلنا المرة دي نجرب بقى نجيب رنجة وكده، فلما اكلنا الرنجة لا لا بصراحة الفسيخ احلى، يعني الفسيخ اطعم واحلى من الرنجة. في ناس بتحب الرنجة طبعا، ده اذواق، الاكل اذواق. والطلبات دي زي ما انتوا شفتها، ده هتبقى الفيديو اللي جاي طلبات عيد ميلاد ابني. جبتها لكم، يعني جبت كده جبتها لكم بقى وهي جوه الاكياس بتاعتها. ان شاء الله الفيديو الجاي انتظروها، يبقى يعني كده عامله له احتفال كده بسيط وبحاجه كده تفرحوا. عملت يعني جبت شويه طلبات هتشوفها معايا الفيديو اللي جاي باذن الله، الفيديو اللي جاي هتبقى حفله عيد ميلاد ابني. هنا بقى رصيت الحاجات كده في اطباق وفي حاجات بلاستيك، وحطيت كل حاجه كده ورصيتها في التلاجة وشغلت التلاجة كمان. يعني ده انا بحب كده، يعني بحب كل حاجة تبقى موجودة عندي. هنا برضو كان في جزار كده جنبنا ذابح لحمة ضاني. فقلت اجيب بقى لحمة ضاني بصراحة واجربها. شايفين دي حتة ليا، دي هحوشها لوحدها، يعني حتة الليا دي هحوشها لوحدها بعيد عن اللحمة. هبقى اضربها كده مع لحمة مفرومة، اعملها مثلا تتعمل حواوشي، يعني اي حاجه كده، لا حواوشي، هي اللي هي هتبقى حلوه جدا في الحواوشي بصراحه، انا حشتها عشان اعملها في الحواوشي. ده بقى السلم زي ما انتوا شايفينه كده، حاجه ما اقولكمش، يعني انا شفت منظره اتخضيت اتصدمت. إيه، كانت في مطره بصراحه، والمطره دي بقى اولاد بتاعه البيت كلهم فرحوا واتبسطوا ان في مطره، وطلعوا بقى على السطح، وما اقولكمش بقى وهم نازلين كانوا عاملين ايه في السلالم. فاستنيت بقى كده لما الدنيا هديت وخلاص المطره بطلت يعني، ومفيش مطره وخلاص، وده يعتبر تاني يوم المطره، رحت ماسكه السلم كده، رحت كنساه كنسه كويسه، ورحت مسحاه وخليته زي الفل. هنا بقى ده اخر اليوم، صينيه البيتزا الجميله دياتي من ايدين سلفتي، بقول لها تسلم ايدك بجد، والله العظيم كانت تحفه 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 وكانت خطيره. بقول لها تسلم ايدك تسلم ايدك، هي كانت عامله لنا للبيت كله بمناسبه كده، بمناسبه حاجه عملت للبيت كله. يلا بقى سلام.